عملت الطعمية يا بنات بطريقة سهلة وما خدتش وقت مني خالص، وكان طعمها حلو جدا. انا كنت عملتها معاكم قبل كده، بس المرة دي انا ضفت لها مكون هقول لكم عليه دلوقتي. شايفين لونها عامل ازاي؟ وعملت كمان سلطة الطعمية، كان طعمها خطير. شايفين لونها عامل ازاي؟ بجد يا بنات كان طعمها تحفة، لازم كلكم تجربوها. تعالوا بقى اقول لكم عملت العظمة دي ازاي. ده كيلو فول مدشوش، طبعا الكمية دي زي ما انت عايزة. انا جبته ونقيته وغسلته كويس جدا ونقعته 12 ساعة، يعني ليلة كاملة. لو انتي مستعجلة عليه تقدري تنقعيه ساعتين او 3 في مية سخنة جدا. الكيلو المفروض ان هما بصلتين وسط، بس انا حسيتهم صغيرين شوية فزودت واحدة تاني. وحطيت راس توم، ده التوم الجديد يا بنات، ان شاء الله هعمل لكم عليه حلقة حلوة جدا. انا بحب احط على الطعمية توم جديد، بيديها ريحة حلوة جدا. وحطيت حزمة كرات او استبدليها بالبصل الاخضر. وهنا عملت حزمة من الشبت والكزبرة والبقدونس، عملتهم التلاتة قد حزمة واحدة. وحطيت قرنين فلفل. الفلفل ده يا بنات هو المكون اللي انا ما كنتش بحطه قبل كده، ممكن تستبدليه وتحطي منه الرومي. الاول يا بنات همسك الفول كله اطحنه، هيسهل عليا كتير قوي بالشكل ده. هكمل كل الكمية وارجع لكم تاني. انا كده خلصت كل الكمية. احط بقى المكونات بتاعتي كلها. حطيت الثوم وادي البصل والفلفل لو انتي حابة الطعمية تبقى اغمق من كده بتكتري خضرة شوية تاني، لو انتي يعني عايزاها افتح كمان بتقللي الخضرة. بس هي كده كان لونها حلو جدا. اخدهم بقى اطحن شوية شوية، مش هتاخد اي وقت منك. طبعا درجة النعومة بتاعتها انتي بتتحكمي فيها، عايزاها خشنة شوية بتطلعيها خشنة شوية او ناعمة قوي، اللي انتي عايزاه. بس لو عايزاها ناعمة وانتي بتضربيها حطي 3 معالق كبار مية عشان تساعديها تنعم معاكي. بس كده قلبتها كويس عشان تبقى كلها لون واحد. وحطيت لها معلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة فلفل اسود ومعلقة كبيرة كمون ومعلقة كبيرة كزبرة ناشفة. وحطيت معلقة صغيرة شطة، طبعا ده اختياري. بس كده وهقلب. وهنا حسيت عايزة ملح تاني، رحت زودت لها نص معلقة كده كبيرة ملح، وزودت لها برضو نص معلقة كبيرة كمون. وحطيت لها بقى يعني رشة بهارات مشكلة، لو مش حباها براحتك، بس بتديها ريحة حلوة قوي. وبعد ما قلبتها كويس جدا في اكياس بقى التلاجة، واحط على قد الاكلة بتاعتي. بالشكل ده كده.
لسه عليه نفسين، وابططه كده علشان خاطر يبقى سهل قوي يتفك معايا، او لو احتجت حتة منه اعرف اكسرها منه. اهو بالشكل ده، لونها تحفة. وعملت واحد تاني اهو. الكيلو عمل لي كمية حلوة جدا. هنا بقى قبل ما اقليها اديتها رشة صغيرة جدا من البيكنج صودا، وضربتها كويس عشان ادخل فيها الهواء عشان تبقى هشة معايا، واشكلها بقى بالطريقة اللي انا عايزاها. واحط لها كده شوية سمسم من بره بتبقى تحفة. اهم حاجة بس الزيت ما يكونش سخن قوي قوي وما يكونش بارد. لو بارد هتشرب زيت، ولو سخن قوي هتديها لون على طول ومش هتستوي حلو من جوه. اهو كده اللون حلو قوي. السلطه دي يا بنات بقى تحفه، هتعجبكم جدا جدا كمان. قطعت بصل كده جوليان، وطماطمايه كده صغيره مكعبات، وزيتون، وفلفل اخضر كده اللي بيحب الفلفل الاخضر. وكنت قاليه بقى شويه بتنجان كده شرايح، ومسكت الطعميه قطعتها بالشكل ده. هتاكلوا احلى سندوتشات. وعليهم بقى شويه الطحينه، وبألف هنا.